اخوان السلام عليكم ورحمه الله. بزاف د المرات كنتسائلوا واش في الصباح نسخنوا الطوموبيل ديالنا ولا نديروها مارش ونزيدوا، واش لابد خصني نخلي الطوموبيل ديالي مارش ما بين 5 و 10 دقائق ولا نديرها مارش ونتوكل على الله. باش نسخن الطوموبيل ديالي من المفروض ياخذ ما بين 20 و 30 دقيقه. هو الوقت نديرها مارش، ندير حزام السلامه، نقاد المرايات ديالي، نقرا دعاء الركوب ونتوكل على الله. وباش ناكد هضرتي، بزاف ديال الشركات ولاو كيحطوا واحد الفوايون في طابلو بورد كيكون اللون ديالو زرق، غير كتخدم الطوموبيل ديالك في الصباح كيشعل واحد الضوء باللون ازرق، كتعني ان الموتور مازال بارد، والا خليتيها ما بين 20 و 30 ثانيه غادي تطفى بوحديتها. وبمجرد ما تطفى ديك البوله يمكن لك توكل على الله وتزيد الطوموبيل ديالك. في غالب السيارات كتاخذ هذه العمليه ما بين 30 حتى 40 ثانيه، غالبا ما بين ما تخرج من الكراج ولا الموقف السياره اللي حط فيه الطوموبيل ديالك وتمشي ما بين الاحياء اللي انت ساكن فيها، بيد ما توصل للشارع الرئيسي غتكون استغرقتي حوالي 1-2 دقائق. يعني الطوموبيل ديالنا قطعا غادي تكون سخنات. فوقاش بدا تسخين الطوموبيل ديالنا في الصباح لعده دقائق عاد نمشي بها؟ الجواب هو شحال هادي كان عندنا السيارات كاربيراتور، اليوم عندنا لي زانجيكتور. الكاربيراتور باش يخدم مزيان والموتور باش يدور مزيان ويعطيك الجهد اللي انت محتاجه لازم الموتور يسخن. ليسونس باش يتحرق على اكمل وجه وباسرع طريقه من المفروض يتحول من سائل الى بخار. هذا هو الدور ديال الكاربيراتور مع الموتور فاش كيسخن. الكاربيراتور كيحول الوقود من سائل الى رشات متفرقه صغيره. الموتور كيحتاج يسخن باش يدخل فيه الوقود ويتحول الى بخار وكيدخل للسيلندر بشكل مزيان. هذا الامر في الطوموبيلات اللي كاربيراتور كيحتاج حوالي ما بين 3 دقائق حتى 4 دقائق باش يوصل للحاله الاتم من الحراره. لي زانجيكتور نفس الحاجه ولكن بسرعه كبيره بزاف. لي زانجيكتور في البلاصه كيعطيونا ديك الضبابه السوباب اللي كتكون سخونه لانها داخله في غرفه الاحتراق. السخونيه ديال السوباب هي اللي تحول لنا ديك الضبابه الى بخار. في نظركم علاش داروا هادشي؟ لان وقوف الطوموبيل وهي خدامه كيخرجوا منها انبعاثات كتضر البيئه. الموضوع ديال تسخين الطوموبيل في الصباح كيتعلق بجوج ديال الامور. الوقود وهضرنا فيه، اما الزيت فبزاف الناس كيقول لك تاكد بلا الزيت دارت في الموتور كامل قبل ما تحرك الطوموبيل، وهاد الهضره 100% صحيحه. المشكل اللي كاين هو الفرق في التوقيت، عده ثواني ماشي هي عده دقائق. البعض من الاخوه كيظنوا اننا فاش كنسكتوا الطوموبيل بالليل الزيت كامل كيهبط للكارتير، وهاد المعلومه صحيحه وما صحيحاش. صحيحه لحقاش كميه كبيره كتهبط للكارتير، ولكن جزء كبير من الزيت تقريبا 15% كيبقى في اجزاء ديال المحرك، في البيستون وفي الكاناليزاسيون. ومع هاد التكنولوجيا اللي ولات في الزيت ولاو عندها تقنيات رائعه كتحمي الموتور والاجزاء ديالو وكتخلي واحد الطبقه على اجزاء الموتور واخا ما ديماريش نهار ويومين وكثر. فاش كنديروا امارش الزيت ما كيبداش يتحرك من الكارتير الاجزاء المحرك كامله، لا الزيت كيكمل الدوره ديالو، لان لي كاناليزاسيون كيكونوا عامرين بالزيت. بمجرد ما دير مارش كيكمل الدوره نيشان وكيتزيتوا جميع اجزاء الموتور مع اول دوران. وما خصناش غير نديروا مارش نطلعوا ل RPM ل 4000 دوره في الدقيقه او اكثر. خدم الموتور تيسخن ما بين 20 و 30 ثانيه عاد يمكن لك تحرك الطوموبيل. عموما اول حاجه غادي ديرها هي غادي تخرج الطوموبيل من الكراج او الباركينغ، تبدا تمشى بشويه حتى توصل للشارع الرئيسي، وهاد العمليه غادي تاخذ منك على الاقل 1-2 دقائق يكون فيها الموتور وصل لدرجه السخونيه ديالو. وغالبا ال RPM ما غاديش يفوت 1500 دوره. بعد ما نوصل للشارع الرئيسي غالبا حراره المحرك غتكون وصلت للحد المطلوب، ويمكن لك تطلع دورات المحرك حتى 3000 دوره في الدقيقه. كنتمنى يكون الامر واضح، واخا كاينين بعض الناس مازالين غادي يسخنوا طوموبيلاتهم الصباح حتى ل 10 دقائق، حقاش موالفين هذه القضيه. هنا نكون وصلنا للتالي ديال الفيديو ديالنا، وحتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.